عندما ضرب جواد سليم أول إزميل في منحوتته الشهيرة التي تحولت لاحقا إلى نصب الحرية، كان مبتغاه أن تخلد على مر الزمان لتكون امثولة شاخصة في قلب بغداد وتحديدا ساحة التحرير، ولم يكن يفكر حتى بأنها ستكون على حالتها الراهنة. فالنصب اليوم يعاني من تصدعات وتشققات بادية للعيان، ولا وجود لجهود أو مبادرات لترميمه أو صيانته. هناك مثلا أماكن آلة للسقوط، إذا لم نكن نحن نستعد لمعالجة هذه التصدع، مستقبلا طبعا سيقع النصب، وهذه مشكلة يعني. ما كنا نشاهده سابقا يختلف عما نشاهده الآن. في حدود قبل 3 أيام فتت هناك ولاحظت تغليف المرمر للأسف الشديد كثير منها متساقط، وحتى الحالي موجود، يعني الثابت يجوز يقع في المستقبل إن لم تكن هنالك إدامة ومتابعة. النصب يحمل معان تجريدية تنطوي على رمزيات تعبر عن تاريخ العراق، ممزوجا ما بين القدم والحداثة، وعن حق الإنسان في حياة حرة دون تكبيل لحريته، وفي الوقت ذاته موئلا يستظل به طالبو الحقوق والحريات لترتفع أصواتهم تحته مطالبين بحقوقهم المسلوبة. هناك إهمال كبير خاصة هو على عاتق أمانة العاصمة بإدامة هذه النصوب وتنظيفها وتجديدها. يعني سبق وأن احنا لاحظنا يقومون بعملية صيانة، لكن الصيانة مكانها صحيحة وغير مضبوطة. المفروض هو يكمل عمله بصورة دقيقة ومتقنة، خاصة بالنسبة للمعالم الأساسية، لأن هم أساس يردون يهدمونه بصراحة، يهدمونه وما يردون تجمع المتظاهرين. وهاي قبلة ترى مال المتظاهرين، هاي قبلة تعرفين شنو القبلة؟ هذا تجمعنا احنا 24 ساعة نجي هنا، هذا مكاننا هنا، من نباوع له نقوم نبكي. ساحة التحرير ترى تبكي، حتى هذا النصب هم يبكي. وكحال الحرية المزعومة في البلاد، يترك هذا النصب ليتداعى ويتصدع حجرا بعد آخر دون جهود حقيقية لإنقاذ الرمز الأخير المعبر عن الحرية وكسر القيود. من بغداد، تهاني خلدون، الحرية.